كبران تخطتلت مدبنا مساخم راديو دمس حرنت هاقرا ودت كاب هاقرش ولان لومي علت 28 تقمتيك تشحن 10 شوعتن عام تمرت فرنج ساعة حادو دهر غطري مدبنا ناي حدا ساعة ربعن بقامك أتقرينيان عربن إنه نجمر قمت المد مدبكم مدبنا لدم دمس حرنت هاقرا ودت أب إفين سمانا شمانتن ميجا هزر كبكوينو بخلت يوم قامقاتنا تقرينيان عربن زفنا مدبو إنه يجمر بمقصال كبران تخطتلت مدبنا باراي مسناي لو مدباتنا الملاي لأكل قدمايكم تلمود سمناو زينا خلوناي كمون أقداسر استي نهلو خناتات هاقرنان هزبنان زنتوكوري عبب بينو قايلا مسعسع يبقع زبل رئيس عنكس ناي سلف ديمقراسيس بإرترا كننبولكم إنا دحرم فتسعام مدبناخا ملو تحستو ناي راديونا أب يوتيوب كاريزنا أب حرمنت أورج ويكا أب دمس حرمنت جيميل آتيكم كتسمعنا تخلو كبران تخطتلت مدبنا باري زلكم رئيتو حبريتا كمون زخونه يكون نجار ناي سلام كن ملأخت خطتكم حلالفهم تانيو كل جزي حموسنا بانا نخلصه مرحبا نبلوكم كتتا أما دبنا اختصاطفو مستدولي خانا يستدينا قصر سلكي 031 20 6 10 خوينو كوشتي هاقرش ودن كوصاي مزخون كا 0046 31 20 10 لكم مرحبا نبلوكم سلازي دحر قرب زينا دحر قرب دقائق أب أرستينا خاتي لا ينوم مدب أقرب تنادالوتن صحيح قلتا بقانقوات قرينيان كون كله محمود اسماعيل أمجد ياسين كا بقانقو عرب كون يوم سناي مكتتال بمبال ني أرستينا يمحلال فكم زينا محبر دك أنستيو كفلي سلف ديمقراسيس بإرترا أب إوروبا فلي أخيب أكايدو بلجيوم نقلولاو إرترا سدتنيا تطبز ملكت كونفرنس بروسلس ويزورو كيتاروز كالوت كيلاتات إرتران بدر أسمعهم خونيو كم أول منجست إسرائيل سدتنيا تات إرتران ناب أفريقيا نمسكوك مدبات توصالا ملكاو سرعات إسياس أب أسمرا أب كاثوليكاو بتكريستيان يتمحضر زنبرت سيميناريوز تباهلت بيت تمرتي كهجرا وكمان كعصوا فتينو كمون أب أخريات تركب ناي إسلامية محبرون كعصوا خمخانو تفليتو بنص أقولغلوت مزمزا كندا تكال عدنا نيفنس ناب زخصو إرتراويان قصرهم ناوسخي خيزخو الله زبل خون إيو ناي لومي مدبنا زينا بزرزر بتصحفت دك أنستيو سلفي ديمقراسيس بإرترا زبا أوروبا أخبؤو أكايدو ويزورو ألغانشي ساق بزملكت حلافي بتصحفت قداي دك أنستيو سلفي ديمقراسيس بإرترا زتتصوعي أخبانا أبالات من محدار زير أبا نايت بتصحفت تخايدو زخاب علت 21 تقمتك التشحن 10 شوعتن يكويهون كله كاند علامانا إذا أخبازي أبشامنا يسرع أخبا مأكلاي بايتو سلفي ديمقراسيس بإرترا نايت بيت صحفت حداس حلافيت كوينان زتمززت أبال فتساميش ماقالي ويزورو أديام تفرع نمللاي مس زحالفو سرحات نايت بيت صحفت نمللاي كم زنبرخا كابت بيت صحفت ترخب زينا حبيرو أبزا أخبازي كونتات دك أنستيو زبا أوروبا سلفي ديمقراسيس بإرترا خمي كم زمسلن أب كمي درجة خمز ركبن بأبال محدار نايتي زبا ويزورو ألغانش ياقوب بصفيح زبالة مبقاسيس أبصاب قريبو ويزورو أديام تمرع
ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ነቲ ዝጸንሐ ስርሓት ንዝምልከት ጸብጻብ ምስ ቀረበ ንዕኡ መሰረት ብምግባር ብዛዕባ እቲ ቤት ጽሕፈት ንመጻኢ ሒዝዎ ዘሎ ዕማም ምስቲ ተሳተፍቲ ዓብይ ምይጥን ሓሳባት ናይ ምልዋጥን ኣካይዳ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣኼባ ከዓ ኩሉ ዞባታት ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ብኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪበን ብዛዕባ መጻኢ መደባት በቲ ቤት ጽሕፈት ተራኺበን ዝማየጣሉ ግዜ ብምውሳን ከም መዛዘሚ ናይቲ ኣኼባ ቤት ጽሕፈት ምዃኑ ተገሊጹ ምልካው ስርዓት ኢሳያት ኣብ ኣስመራ ካብ ካቶሊካዊ ቤት ክርስቲያን ተመሓደር ሴሚናሪዮ ዝተባሂላ ትፍለጥ ቤት ትምህርቲ ኣካያዲ ዝነበረ ኣባ ጳውሎስ ሃይለን ከምኡውን ሲስተር ትንሳኤ ከም ዝኣሰሮም ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ጸረ ትምህርትን ምዕባለን ዝኾነ ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ብካቶሊካዊ ቤት ክርስቲያን እትመሓደር ሴሚናሪዮ ተባሂላ ትፍለጥ ቤት ትምህርቲ ዘካይዶ ዝነበሩ ዓበይቲ ኣገደስቲ ኣብቲ ኣብ ዓደጀኑ ዝዓዶም ኣባ ጳውሎስ ሃይለ ዝተባህሉ ከምኡውን ዓደ ብዑር ዝዓደን ሲስተር ትንሳኤ ኣሲርዎን ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም ብመሰረት እቲ ጸረ ትምህርትን ምዕባለን ዝኾነ ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ብካቶሊካዊ ቤት ክርስቲያን እቲ ማሕደር ሴሚናር ተባሂላ እትፍለጥ ቤት ትምህርቲ ብዘካይዶ ዝነበሩ ብምእሳሩ ከዓ ብመሰረት ሓበሬታ ግዳይ ቤት ማእሰር ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ኣካያድቲ ቤት ትምህርቲ ልኡኻት ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ነቲ ቤት ትምህርቲ ብምዕጻው እቶም ዕድሚኦም ዝኣኸለ ተማሃሮ ናብ ሳዋ ክኸዱ ነቶም ዝተረፉ ድማ ባዕላቶም ናብ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ክምድብዎም ምዃኖም ዘመሓላልፍዎ ትእዛዝ ከዓ ብምንጻግ ኣይፋል ንዓና ቀቲልኩም ደኣ ተወስድዎም እምበር ተማሃሮና ኣሕሊፍና ኣይንህብን ቤት ትምህርቲ ከዓ ክዕጸውን ኣይነፈቅን ስለ ዝበሉ እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ምልካው ስርዓት ኢሳያስ ኣቡናት ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ከምኡውን ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ንመገሻ ናብ ወጻኢ ሃገራት ምውጽኦም ምስ ኣረጋገጹ ተጸናጺኖም ማለት እዩ እቶም ነቲ እኩይ ቤት ትምህርቲ ንምዕጻው ኣካይዶ መደባቶም ምክያድ ናብ ምእሳር ስጉምቲ ከኣዮም ወሲዶም እቲ ስርዓት ልኡኻት ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም ንላዕለዎት ኣካያድቲ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ከይፍለጡ ብብሕቲ ታሕቲ ከም ዝኣመሳሉ ተግባራት ምዝውታር ንካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ዝፍሑቕን ዘዳኽምን ስጉምታን ክወስዱ ከም ዝጸንሑ እቲ ሓበሬታ ተወሳኺ ይረድእ እቲ ክሳብ 12 ክፍሊ ዘምህር ዝነበረ ሴሚናሪዮ ዝተባህለ ቤት ትምህርቲ ብፍላይ ብናይ ስነ ሃይማኖታዊ ቴዎሎጂ ሓያሎ ምሁራት ዘፍረየ ብደረጃ ኣፍሪቃውን ብሉጽ ቤት ትምህርቲ ከም ዝነበረ ከዓ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እቶም ዓማጺ ባህርያት ናይቲ ምልካው ስርዓት ደረጃ ሓሊፉ ከም ዘሎ ከዓ ይረአ ብተወሳኺ ኣብ ኣስመራ ዝመጽእ ሓድሽ ሓበሬታ እውን ኣብ ኣኽርያ ዝርከብ ገዲም ቤት ትምህርቲ ናይ እስላሚያ እውን ብብዙሓት ሃገራውያን ተቐመጥ ናይቲ ከተማ ኹን መንእሰያት እስላም ዝመሃሩሉን ፊደል ዝቁጽሩን ዝነበሩ ኣብ ትሕት ቁጽጽሩ ገይሩ ሃጊርዎ ከም ዘሎ ከም ዝተፈልጠ ህዝቢ ናይቲ ከባቢን ሙሉእ ከተማ ኣስመራን ከዓ ተቆጢዑ ከም ዘሎ ኸማን ኣፍሊጦም መንግስቲ እስራኤልን ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪቃ ንምስጓግ ስምምዓት ከቲሙ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ጎኒ እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተጋበአ መበል 72 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምስጋር ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዘተኮረ ምስ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓያሎ ስምምዓት ከም ዝኸተመ ተገሊጹ ብመንግስቲ እትውነን ጋዜጣ እስራኤል ሃዮም ቀይሕ ካርድ ንዘይ ሕጋውያን ኣብ ትሕት ዝብል ዓምዲ ኣብ ሳልስቲ ኣብ ዘስፈረቶ ሰፊሕ ትሕዝቶ መንግስቲ እስራኤል ስደተኛት ምስ ዝቕበሉላ ሃገራት ኣፍሪቃ ተፈራሪሙ ክብል ኣረጋጊጹ እቲ መንግስቲ ብጠለብ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንምምላስ ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ ስደተኛት ዋላ እውን ብዘይ ድሌቶም ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክሰጎም ምዃኑ ይጠቅስ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቢንያሚን ናታንያሁ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
إتي إذا متقار مس مراحتها هجرات أفريقيا سمع كم زختمة أقوى أنت جلس إيه بوجن إتن هجرات أفريقيا جن زتحبره حبرتها ويتقبلنت وازبل يبلون من قصة إسرائيل زقبرت سنحن تبتدأ من سقطات عشحات إيرتران بب وانونا بإيرتران رواندان نخملوسو خمز جدد خاء يفلت أب إسرائيل لومي 35 شح تتعقبا يوم زركوبو كابقوم كا 30 شح زيغاتات إيرتران مخانهم يفلت بنس أقول بت مزمزا نكنداو تكال عدنا فينس فين ناب زخصو إيرتراويان قصري ناوسخي خيد آلو أبلعتي مسكوجي لهكدف مشراخ أب إيرترا أب عدنا ورق توافيرو زي تقدنا هابتي زقحت زلو نيفم ستباهلي كنداو تكالنا عدنا بسلست إيرتراويان أب كلتشحين 14 زجمري بزي كفليت تعناوي كنكنن بنسعى أسرحنا زبل كسي زقربوه أبز جزء قصري ناي قفعت الناس مسيو أبز بالجزء 50 شوعتن 7 بتصيحهم كم زلوا خاء يحبر أبز جزء زي 50 شوعتن بتصيحهم كم زلوا كسستي رد إرنا كم من 5 حبرته مسرت مقوار بعشران سلستن تكم تخلتش عن 10 شوعتن أقل حلو أبزي أب بيشا زكاة زل عدنا ورقي سسا خامئتي كافت أتاوي زونن كوبانيا ناي نيفينس بسرعات قدف قسمي كسرحو زموصوة تهدرات كم أون أبز حلفة أبايتي ما تأثيرتي نابوز تمدو أسرات نتس أقول بطوم أبزن فابريكا زخ سرحو 5 مزمزي أب كندا بريبورتش كولومبيا زتمسرته كسي قصل كم زلو أرديا بيت فرد كندا أب إيرترا أب متتاو منقست نسعى زخونة فرداو أكال ناب حق مسرحين يلن بأكال شنخ بخلي شنخ كا اتوما بالعلي كوبانيا نيفينس كسي مسريتهم زلو إيرتراويان أستفال على هاجرات بوليتيكو عواد حتتو سدتنا جنت يوم بمبال اتوم إيرتراويان كسوم أب كندا قرب كم زي خلو وساني أكو أنتهابو كوبانيا نيفينس جن مسرح فردي أب إيرترا كايد اللو بمالت يقباي إلو يكاراخر مهلاو أفليتا أب إيرترا أب عدنا توافيرو زركبنا وصاي كوبانيات قصري 16 وصحوي فلت من قصد قدف أب نفس وكفن كأ كاب نفس وكفن كأ طرح 4 خميتي كاب ترغباتاوي كم زوسد يخون جن كندي اتوات كم خانو نهزب زحبرو وي زفلت حزب خمزي لخا الرقاقيسو نقولوا إيرتراويان سدتنياتات بزملكت كونفرنس أبرسل الويزر وكيتاروس كالوت كإلاتات إيرتراويان عسميا أبزوان زاب إيرترا بزملكت أقداس خويدو زمعبل زولو قداي سدتنا بزملكت بزحات كإلاتات ستساتفوا كونفرنس أبرسلس بعصرتو تشعات تقمتي كلتشان 10 شوعات تخيدو أبز كونفرنس زي زتنس عبي قداي أب إيرترا كلتي بحصوتن مكونس أبن قديفكا زخونة يكون لو تخمزي اللخاء يوز فلت بزي كونفرنس زي تقلت بحلافيت سب أو قداي مثل إيرتراويان فليت الأخ ويزرو كيتاروس إيو نسان أبتتحتي أب إيرترا زلو حق البنت سألمات بقلي الحرق ما أسرتك ساموت عدل إيرترا أسور كاب وان زبل مجلس إيان هبان نزي ني إيرترا بزملكات أبرسلس وكيل حنتي جزءات جرمن حسن حبرت أوروبا تدالي زتخايد كونفرنس أب إيرترا اندا قدد زخي زلو بوليتيكاون كتوام سواء كلولا طرح أيكونن بكتب الأنتصيرة بزي كازون إيرتران سدنيا بأوروبا بقبو حلوة كبر اللوم مساعي هو نتوم زمحاش اللي كنا تكفتر على وقت بالتقيسة زي بدلاوز كونفرنسي أب استساتفو إيرتراوان محبر السب أما خرطو وصاي بوليسي حبرات هاقرات أوروبا
ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ዲሞክራሲ ሰብአዊ መሰልን ዓለም ለኻዊ ፀረ ውግእን ይርከቦም ኣብቲ ወደብቲ ናይት ኮንፈረንስ ዘሎ ነጥብታት ምንቃል ወይዘሮ ሸላ ኪታሩስ ብጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ኣብዚ ካብ ትሕዞ ካብ 2012 ጀሚሩ ዝተዓወተ ጉዳያት ኣብ ግምት ዘእተወ ንመጻኢ በቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘስካሕክሕ ጉዳይ ንምቕያር ብዛዕባ ዝግበርኦ ብምሉኡ ዘርዚረን ምዛእታ ሓይዘን ከዓ እቲ ብመርማሪት ኣካል ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ንተሓታትነትን ተደራራቢ ገበናትን አንጻር ሰብአውነት ዝበፅሖ መደምደምታ ናይ ተግባርን ስጉምቲ ይጽበ ከም ዘሎ ጠቂሰን ኤርትራውያን ንጡፋት ከተኩሩሉ ዝግብኦም እውን ብንጹር ሓቢረን ኣተሓሒዘን ድማ ንሓደ ሓደ ዝተደናገሩ ወገናት ኣብያተ ቤት ትምህርቲ መስርሕ ማለት ትምህርቲ ማለት ከዓ ከም ዘይኮነ ማእከላይ ሕክምና መስራሕ ጥራሕ ሕክምና ክኸውን ከም ዘይኽእል ብምጥቃስ መኺረን ወይዘሮ ኪታሩስ ኣብ መወዳእታ ናይ 50 ዓመትን ኣብ መዝነት ከም ዝለቃ ጠቂሰን ትካል ሰብአዊ መሰላት ኣብ ዝመዳይ ዝጠረፈ ኣካላት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ክኸውን ዕማም ሪፖርት ሰብአዊ መሰላት ንምንዋሕ ንባይቶ ሰብአዊ መሰላት ዝዕግብ ስራሕ ክሰርሑ ተስፈአን ከዓ ጠቂሰን ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ኮንፈረንስ ሰለስተ ተዛመድቲ ክፋላት ነይሮም ቀዳማይ ኣኼባ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ኤሮጳ ዘጋጥሞም ብድሆታት ዝምልከት ነይሩ ኣብ ሲናይ ኣጻብዕቱ ዝሰኣነ ግዳይ ፊልሞን ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝሃበው ምስክርነት ዶክተር ጋይም ክብረኣብ ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምዝምባሌ ብሰንኪ ጥሕሰት እቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ኢሎም ዶክተር ዳንኤል መኮንን ኣብ ኤርትራ ማሕበረሰብ ሕጊ ብወነኖ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ኣብ ሃገር ለውጢ ከይመፀ ኣብታ ጽቡቕ ዜና ዘይስምዓ ሃገር እዮም ዶክተር ሳራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ቦገን ኣድላይ ዘይብሎም ህፃናት ስደተኛታት ተሳቀዩ ዘሎ ኣስሚዐን ኣብ መብርሂ ቋንቋ ፀገም ባህላዊ ተጽዕኖታት ኣዝዩ ፀገማት ውን ጠቂሰን ካልኦት ተሳተፍቲ ኮንፈረንስ ቦገኖም ኤርትራውያን ኣብ ኤሮጳ ዝጋጠም ዘሎ ፀገማት ምተፈላለየ ቀሪቡ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ኣኼባ ብዛዕባ ኤርትራ መንእሰያት ዝካየድ ዘሎ ግዱድ ዕስክርና ናይ ጉልበት ምዝብባል ካብ ከረን ተበጊሳ ምድረበዳ ባሕርን ኣቋሪፃ ኤሮጳ ዝበፅሐት ጓል 16 ዓመት ተመርፃ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሰቃቂ ኩነታት ናብ ኤሮጳ ክትሰግር እንከላ ኩነታት ብዝምልከት ናይ ምስክርነት ቃላት ንቅድሚ ተሳተፍቲ ኣቅሪባ ደራሲ ዳዊት መስፍን ክሕደት ህልው መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኩለን ኣብ ወፃኢ ዝነበራ ኤርትራውያን ኣዴታት ብፍላይ ብዛዕባ እተን ኣብ ዝሓለፈ 30 ናይ ቃልሲ ዓመታት ምእንቲ ናጽነትን መስዋዕትን ኤርትራውያን ኣዴታት ኣብ ዓጣልያን ብዝምልከት ዝርዝር መብርሂ ሂቦም ወይዘሮ ሰላም ኪዳኔ ብኣጋጣሚ ብዛዕባ ኣሉታዊ ጽልዋ ግዱድ ዕስክርና ናይ ጉልበት መዝመዛን ኣብሪህን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጃክሰን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቦገኖም ኣገዳስነት ሓድነት ኤርትራውያን ተሓለቕቲ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኩነታት ምቕያር ብዝምልከት ጉዳይ ከዓ ኣቕሪቦም ኣብ ሳልሳይ መወዳእታ መዓልትን እውን ካብ ባሮንቱ ብወገን ሸገራይ ናብ ሱዳን ወፅያ ናብ ነዊሕ ዓመታት መስመር ጉዕዞኣ ኣብ ቤልጅየም ዝበፅሐት ሓያት ተመክሮኣ ኣቕሪባ ናይ ሓያት መግለፂ ተኸቲሎም ከዓ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ካብ ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ዲሞክራሲያዊ መሰል ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ 5 ሃገራት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ዘሎ ዳርጋ መሰል ስደተኛ የለን ዝብል ኣተሓዛ ኤርትራውያን ስደተኛ ብዝምልከት መግለፂ ሂቦም ፕሮፌሰር ሚርያም ዳይንዳንተር ኣማኻሪ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ኤሮጳ ወገንን ካብ ሆላንድ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝሕዝን ኩነታት ህይወት ምድረበዳ ሲናይን ተሳተፍትን ኣዘኻኺረን ጉዳይ ኣብቲ ኣሰገርቲ ሰባት ምክልኻል ኤሮጳ ኣፍሪቃ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰርሐ ከዓ ጠቂሰን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ብወገኖም ኣብ ኤሮጳን ኤሮጳውያንን ንዘይኮኑ ስደተኛታት ግቡእ ኣተሓዛ ከም ዘይግበረሎም ኣመልኪቶም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተመራማሪ ፕላውንት ብወገኖም እውን ብዛዕባ ሕብረት ኤሮጳ ስደተኛ ናብ ኣኸ ኣቱ ዝብል ንኣፍሪቃውያን መልእኽትን ናይ ውግእ ነጋውስን እትህቦ ሓገዝ ከም ዘሕዘኖም ገሊፆም ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ንዘለዉ መራሕቲ መሌሽያን መንግስቲ ሱዳንን ዝወሃብ ገንዘብ እሞ ዶባት ክሕሉ ዝብል ምኽንያታቶም ዓመፀኛ ዕጡቃት ዝቋጻጸሩሉ ኣገባብ ከም ምዃና ከዓ ብንጹር ኣብሪሄንን ኮኒነንን
رئيس أنقذ سلفي ديمقراسي بإرترا بلكع نهلو خناتات دنبا تقاومون بوليتيكا وهاهو نا إرتراوين زقلص نسخة اتدرفع حدا خنوسوس أبب بينو قايلا مسعسع نبكع يبكع زبل إيو أب إرترا بسنك زي قنوع محدرا قجله قدف أب العلهز بإرترا زول الزرلو بدلات كساب كندي كبيد مخانو أي مخان نعنان إرتران خون نزخونة عزابي زخونة من انت فتحي مثلا زقدس أكال بروس لزخونة بزعبو مزنتاو أدلاي كاب زي كون نويح كزي خوين إيو إذا عماتي قجله أو جيتكا هزبن هاجرن زي مأكلو قواماويت سرعة متكال متكاتها زي بلو كاب زخون اون كمو نبارن كم نويح جزء خم تشرحنا مجذاب إيو مسرت إمامنا يزي بدرجو توهاهدو توديبو زك على زر الإرتراوي نايلو تحيلتات كا نسو إيو انتو خناقن كساب حجي أي تعوتا ناي زي معوات مخنيات دخمت مستير أيكونن من البات اون زرزر بزح كهوني خليو اتخلنا ناي حبار لو تحيلتات رهوان هزبلان زنزو قدسو وغناتنا إن رادا دالو بريخ مخنيات جنا دليتنان تصبيتنان علامانان حد خنسو نناي حبار عوض بحبار كنسرح زي مبقعنا إيو كوتا بلب اتدرفة حد خنسو أب بينو قايلا مسعسع يبكع إلنا سلزي وفرنا إيو دليتنان علامانان حد خنسو بحبار كنسرح ناي زي مخالنا مخنياتو بروه نخالق زي نقرلو بعل بيتاو دخمت بمخانو وترخنو لكو حقي إيو دليتنان بهجنان كم مخانو ون كلنا أبستفل على مدرخ نايودبات سلفنات محبرات إنو وجلو إيو انتو خناقن إنو بلون انتو كبرون زرحة حق سلازخوني بأنس أرو يرأي على أمو كابزو نخنوص ناي قدنات كدلينا إيو ناي حبار دليتن عمامنا علنا مالت في اللي يبلنا المالت كم زي كنا خا نتصر كوني قبا انتو خني زفلالي اندها اللوكا ابتزا سامعكا بحبار نمسرحكي كابعوت نابعوت كم زبس حكا حجي كابانا تجمر زولة تمكرو زي كونس بزحات بمسرح بزحنتا وحدنت حاليفهم قبراونت زرقا قصو عقبابن إيو حدا قداي ابتز توسنا قداي مدرخ زيادة أدلاينتو سماي كم زعرق أبكال أوان زخاء بقداي بحبار مسرح زيادة دفئو يمسخ خمزولو أبستفال علي كبابيتات زي دموصو زولو ناي بركت زولو زيناتات ناي هزبنا تدقاقا من مصوعتاتاتن حباري إيو كلمة عوارح بسلفي ديمقراسيس بإرترا قريبو أم مسرح زولو أمامي ذاته بزعبا بحبار زي سرح سفيح سلال مفتار أون مزد أميركا ثرئة إيو كجله هقدف ناي تقامتي بحبار مسرح عدميو كمز حاطرو عن دعد عسلة زفلت بأنس أركو وافر كتاراترن نعوخ زرقن ناي قدنات إيو مكتتال أون درو يرئي الله قلم لكتات أون جينا يرئي الله بحبر مسرح حبز اوان زي انصار جله هقدف ناي معوات زي معوات راح زي كونه ناي حزبن هاجرن ناي هلاون زي مهلاون قداي ايو نحنا نايلو تحيلتات كا كاب حزبنا استفلاليه هلونا يبلنا بحبار كنسرح مخالن زي مخالن كندتي ادلاينو تعزس مخانو برغاصو ون واغا زخفل ايو بحنساب بطامطاما سرقاقت زي كونسي أبرئسي اتفتر كايه هدوء منفس مدللاين اندا اما اخلو زعب مسرحكم مخانو يردا نايزي كتبقع نزي كتبقع واقع يخفلو بزح ملكع زولو خيلو بحفشاو قنا اقدم كاز تسامع خالو مبقع ناتكا التحساس راح اقنينكا قبل على خالقوت كتسعن عم حلالن عم حلاين مبقعن أبقى التحساسبان نايتي التواسألو مدب وصيخة أنا حبارات التحساسبان متراي لعلو كل دماغ قدامنت عم مسرع حلوة بمخان زتق على الواقع إيو
زبالكم انت زي سمعكم ويلكم بزبل بتري من العالقنا ناي ولك ايكوني ناي حبار قالسي عد زقتو ايكونن ابز مدايزي زباخنايو غزي كم زلو فلوط ايو انتخونه حجون غزي كاب تعسان كاب زحلف اسور مخانن كباخنن اي كنباخنن اي غبانا كمتي اي تتجمني بسترفي اخلن زحلفه زبال نتي زباخنايو غزي خنطقملو خنطعسلو طرح زيكونه كنمهارلو ايو زغبانا بمنصر زي سلفي ديمقراسيس بإرترا نقداي مفتار بحبار زسرح سفيح صلال امامي بموصا طرح زيكونه نت امامي حيزو ابستفالالي حساب كقربن كله كسمع قرب كوينو معر سلفاو امامو خا يسرحلو الله باو خا يقصل الله اذا امام زناي حبار سلازخونه ناي كالوت اشحات متر نافات ودبات سلفتات محبرات قربنت معرز زخون امه دقيمكا درفقا حاده كنسو ابب بينو بايلا مسعسع يبقى سلفنا إنا بلي سلفنا بعل ملو تسفى ايو كبران تقاطات مدبنا بعري حجي ناي تقرينيا مدبنا غزيو اخيلو سلازي كساب زمص قدام بحدش مدب نراخب سناي قنا نابلنا روحس صبق سنبتي غبرلكنا نغبرلكم نابلنا عرغرب دقائق ابناي عرب مدب كنسغاغرينا سناي قنا يفانوكم وقالي صوت يكون انفتح صوت يكون صدقي نمثل كدوبل كتم صوحكي عمو اعتراف شد زلخا اسقى بحر بعد صدقي نمثل كدوبل كتم صوحكي وقالي صوت يكون انفتح صوت يكون صدقي نمثل كدوبل كتم صوحكي وقالي صوت يكون انفتح صوت يكون صدقي نمثل كدوبل كتم صاحكي وقالي صوت يكون انفتح صوت يكون صدقي نمثل كدوبل كتم صاحكي فمن اسي ولد نايلومي زل خايس نعيكو كياني تاوغني ولد نايلومي فحم بالكا سوى يكو كياني ودي تقنا لي ودي جبنا سخادة مخدقة عجبنا ودي سوى ثوى حبيب الخان السخادة ما حدا كاب سلام
هاجر منسي صوت يكون انفتا صوت يكون انصدقي نمثل كدول كتم حكي وقني صوت يكون انفتا صوت يكون انصدقي نمثل كدول كتم حكي عرفتك أنت يا عربية تزهر عزيمتها ومسلمة تصلي منذ نشأتها تدعو الله أن يأتي بأبناء لها خرجوا وتتلو الفتح والفرقان والشعراء. عرفتك أنت يا أختي المسيحية ويا قديسة السمراء يا روحي أتيتك من عيون الفجر رمحا يقهر الأعداء ويبعد عنك كل جحافل الدخلاء. مستمعين الكرام، لم ننسى السلام. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكل اللغتين التجرينية والعربية من السويد. إذاعة صوت الحرية على الFM 88 للمستمعين من داخل السويد أو على موقع الإذاعة للبث المباشر راديو 88.9. جدول برامجنا المعد لهذا اليوم هو كالآتي: نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 ظهرا بالتجرينية والعربية. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. أما الآن مستمعين الكرام، أولا سأنتقل بحضراتكم إلى استوديو الأخبار، ثم قاني إريتريا هادفة، ثم يتلوه مقال أسبوعي وهو سيأتيكم بعد الأخبار. متابعة طيبة تمناه لكم مستمعين الكرام، والآن أنتقل بحضراتكم إلى الأخبار بعد هذا الفاصل.
مع الدولة الحليفة وانتخاب برهان للإنقاذ تنهي مؤتمرها. أنهت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية مؤتمرها التنظيمي الثالث في الفترة 11 لحتى 17 من أكتوبر الجاري 2017 دون تغييرات جوهرية في برنامجها السياسي وتشكيلتها التنظيمية، سوى بتثبيت الدكتور يوسف برهاني رئيسا للجنة التنفيذية والذي ترأس التنظيم مؤقتا عقب رحيل الدكتور بهبت تسفى مريم في يناير الماضي، ووصول عبد الله محمود لرئاسة المجلس التشريعي خلفا لمحمد سعيد مفلس وما اسماه البيان الختامي، وتعديلات في النظم والقوانين لتجنب تكرارها مستقبلا دون أن يسميها. وحسب البيان الختامي للمؤتمر والذي تلقت عدوليس نسخة منه، وصفت الجبهة عدم قيام المجلس الوطني للتغيير بدوره نتيجة الصراعات السياسية بين مكوناته أدت إلى تعطيل دوره، مؤكدة دعوتها إلى أن تضع المصلحة الوطنية العليا في مقدمة أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتجاوز سلبيات المرحلة السابقة وتفعيل مؤسسات المجلس الوطني الإريتري، مؤكدا في ذات الوقت استعداد جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية للمساهمة بدورها. اعتقال رئيس مجلس إدارة مدرسة الضياء الأهلية تمهيدا للتأميم. في تطور لافت اعتقلت السلطات الأمنية في أسمرة رئيس لجنة إدارة مدرسة الضياء الإسلامية واقتادته لمكان مجهول. يأتي هذا التطور بعد أن فشلت جميع الجهود الأهلية في الوصول لاتفاق مرضي مع وزارة التعليم العام التي أصرت على تأميم المدرسة وتحويلها لملكية الوزارة. اعتقال رئيس مجلس إدارة المدرسة موسى محمد نور وكالعادة خارج الأطر العدلية يأتي تتويجا للضغوط الأمنية على الأهالي الرافضين للمقترح الحكومي. مدرسة الضياء الإسلامية تم تأسيسها إبان الاحتلال الإثيوبي من قبل الأهالي، وبدأت تقدم خدماتها التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لكل سكان العاصمة، ولم تتلقى أي دعم حكومي طوال السنوات الماضية من عمر الدولة الإريترية ولا لأي جهة خارجية. ووفقا لتغريدات ورسائل في وسائل التواصل الاجتماعي أن جهود اللجنة ووجهاء من المدينة اصطدمت بالتعنت الحكومي، وآخر هذه الجهود محاولات الوصول لمكتب رئيس الدولة والذي بدوره حول الملف للمفتي الديار الإريترية الشيخ سالم المختار، الذي وافق رأيه رأي الجهات الحكومية التي تصر على إلغاء المنهج الدراسي المتبع وإلحاق المدرسة بالتعليم العام، علما بأن المدرسة تتخذ من حي أخرية التعيق مقرا لها وتدرس وفقا للمناهج المصرية ومسجلة رسميا ضمن مدارس التعليم الخاص المسموح بها في إريتريا. وكانت عدوليس في سبتمبر الماضي خبر الضغوط التي تمارسها الجهات الحكومية على المدرسة في محاولات لضمها لملاكة وزارة التعليم العام ضد رغبة الأهالي أصحاب الأرض والمنشآت. أسمرة عاصمة إفريقيا على قائمة التراث العالمي. أسمرة عند الحديث عن فن العمارة الحديث لابد أن تتجه الأنظار إلى الأعمال التكعيبية البسيطة التي أبعدها المهندسون والمعماريون الأوروبيون من أمثال فالتر جوريبوس ولو كوربورزيه. ورغم أن المهتمين بفن العمارة الحديث ربما لا يربطون هذه الحركة المعمارية بدولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا، إلا أنهم لا يستطيعون تجاهل عاصمتها أسمرة التي أصبحت مؤخرا أول مدينة في العصر الحديث تنضم في مجملها إلى قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بمنظمة التربية والعلم والثقافة التابعة للأمم المتحدة يونسكو. أشادت اليونسكو بمدينة أسمرة بسبب ما تتمتع به من تخطيط ابتكاري وفن عمارة حديثة في إطار إفريقي. وإذا نظرنا إلى محطة وقود فيات تاجليرو على سبيل المثال، فإن تصميمها بما له من أنف ضخم وجناحين عملاقين يشبه طائرة تستعد للإقلاع من مدرج المطار. ويشار إلى أن مبنى فيات تاجليرو
هو على الأرجح أحد الأمثلة الأكثر إثارة للاهتمام بفن العمارة الحديثة في العالم، وليس أقلها، وذلك بسبب موقعه. وتفاعل أيضا مستمعينا الكرام على الضياء الإسلام بأسمرة وعدد من المعتقلين بجانب الشيخ التسعيني. لا تزال قضية الشيخ التسعيني موسى محمد نور على خلفية موضوع تبعية مدرسة الضياء الإسلامي تتفاعل في الأوساط الشعبية وبين أروقة الحزب الوحيد بالبلاد، فينما ترى الأوساط الشعبية في الداخل والخارج أن ذلك يمثل بشكل صارخ محاولة لتقويض حياة المسلمين الإريتريين وتدخل صافر في شؤونهم. ترى جهات داخل الحزب وفي جلساتها الخاصة بضرورة التريث في فرض القانون ومراعاة شؤون المسلمين، ولكن دون أن تتحرك خطوة باتجاه نصرة المدرسة. الشيخ موسى محمد نور الذي تجاوز 90 عاما رجل صنديد وخبر المعتقلات والسجون في عهود الاحتلال الإثيوبي، حكيم قوي الشكيمة لا يهادن حسب وصف عارفيه هذا. وقد صدرت عدة بيانات تندد بالتدخل الأمني في الشؤون الخاصة للمدرسة الأهلية من عدد من التنظيمات السياسية، بينما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحوار في كيفية المواجهة في الوقت الذي صمتت فيه ما تصف نفسها بمنظمات المجتمع المدني الإريترية. وقد بلغ حتى الآن عدد المعتقلين 7 من إدارة المدرسة، ومرشح العدد للزيادة، ودائما ما تجري هذه الاعتقالات خارج الجهات العدلية كما هو معروف. شركة تنقيب هندية تبدأ حفريات استكشافية في ضواحي بدة. ذكرت شركة إيسيل ميدل إيست الهندية العاملة في مجال التنقيب المعدني بأنها ستبدأ في نهاية الشهر الجاري حفريات الاستكشافية للتنقيب عن البوتاس في ضواحي منطقة بدة الواقعة في جنوب الغرب لميناء مصوع. وقال نائب مدير الشركة بانداج جوبتا بأن شركة كولاند للإنشاءات سوف تزود شركة إيسيل بآليات الحفريات والتي سوف تستمر لشهر كامل. وتعتبر شركة آسيل الهندية من أكبر الشركات الهندية العاملة في مجال التنقيب عن المعادن. الجدير بالذكر بأن الحكومة الإريترية تسمح لما يزيد عن 16 شركة أجنبية بالتنقيب عن المعادن في البلاد، وتتقاسم الحكومة الإريترية مع هذه الشركات الأرباح والعوائد بنسبة 40% لصالحها و60% لصالح للشركات. ويسرى هذا الاتفاق على شركة نيفسن العاملة في منجم بيش الشهير. ولا تعلن الحكومة الإريترية عن عوائد عمليات التنقيب وأرباحها السنوية. انتخابات إدارية في ضواحي وقرى الأقليم الأوسط. ذكر موقع شابايت التابع للوزارة الإعلام الإريترية في 16 من الشهر الجاري بأن 13 ضاحية من ضواحي أسمرة شهدت انتخابات إدارية. وأكد الخبر بأن الإدارين السابقين قدموا تقارير عن أدائهم في يوم 4 و15 من الشهر الجاري. وقال زرئيت تولد برهان المدير الإداري للإقليم الأوسط بأن كل الضواحي في أسمرة سوف تجري انتخابات إدارية، بينما سوف تختار قرى عد نفاس وعد السجدو وعد أبيت منقسي منسقي قرى. وطلبات السيد زرئيت الإداريين المنتخبين بأن يقوموا بخدمة الشعب الذي انتخبهم. وأكد الخبر بأنه تم انتخاب 90 مسؤولا إداري و245 من منسقي القرى في ضواحي سرجقة. وقال نفحي وأن من بين الإداريين والمنسقين تم انتخاب 64 سيدة. الحكومة الاتحادية السويسرية تستأنف تقديم مساعدات تقنية لإريتريا. ذكرت الصحف السويسرية الصادرة في زيوريخ بأن الحكومة الاتحادية السويسرية سوف تستأنف تقديم مساعدات تقنية للحكومة الإريترية. وكانت الحكومة الاتحادية السويسرية قد أوقفت هذه المساعدات قبل 10 سنوات. وذكرت الصحف على لسان القنصل العام لسويسرا في أسمرة بأن بلاده بدأت البرنامج بتقديم $1,000,000 للتأهيل المهني في مصوع والمدن الأخرى، وأن هذا البرنامج بدأ فعليا في مطلع الشهر الجاري ويهدف إلى تأهيل الشباب الإريتري للعمل في بلاده والحد من هجرة الشباب إلى الخارج.
وتتبنى مجموعة من الدول الأوروبية بما فيها سويسرا فكرة تقديم المساعدات للحكومة الإريترية من أجل الحد من الهجرة وتنشيط الحكومة الفنلندية بشكل خاص في برنامج مماثلة في إريتريا. أما في أخبار آخر وفي السويد مستمعين الكرام، لوفين يعتبر مراقبة الحدود شرا لا بد منه. اعتبر رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين أن هناك عدة مشاكل وعوامل مختلفة تفرض حاليا ضغوطا على الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة، وأهمها تصاعد الشعبوية وازدياد الكراهية ضد الأجانب، فضلا عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد البريكسيت، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تشكل ضغوطا على التعاون بين دول هذا الاتحاد. وأضاف لوفين في حوار مع طلاب جامعة أوبسالا خلال هذا الأسبوع أن الاتحاد الآن لا يحتاج إلى مشاريع جديدة كبيرة، وأن برأيه تغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي لن يحل المشاكل القائمة، داعيا إلى التركيز على المسائل الجوهرية الهامة التي يمنحنا فيها الاتحاد الأوروبي قيمة مضافة. وحدد رئيس الحكومة المسائل الرئيسية التي يجب التركيز عليها بين الأوروبيين، وهي الاقتصاد وفرص سوق العمل العادلة والبيئة والقيم المشتركة والسلام والأمن وكذلك الهجرة. وقال لوفين إن الاستنتاج بالنسبة لا يمكن أن يكون إلا فيما يلي: هؤلاء الذين يتحملون المسؤولية السياسية عن أوروبا يجب أن يعطوا استجابة أفضل لتحديات اليوم. واعتبر لوفين كذلك أن مسألة مراقبة الحدود الأوروبية هو شر لا بد منه، وقال إنه مستعد للتوصل إلى حل توفيقي في المناقشات الجارية حاليا حول سياسة الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مقترحا أن يسحب الدعم المالي المقدم من الكتلة الأوروبية إلى تلك الدول التي لا تفعل شيئا لتحمل بعض العبء الضخم من الوافدين حسب رأيه. وأضاف أنه طالما لم نحصل على نظام فعال في الاتحاد الأوروبي، وطالما أن النظام والأمن لا يمكن ضمانهما، فإن ضوابط الحدود لن تختفي في أوروبا. وحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شدد لوفين على ضرورة بقاء علاقة طيبة بين الدول الاتحاد وبريطانيا حتى بعد خروج الأخيرة من هذه الكتلة. هذا كان آخر خبر مستمعينا الكرام، والذي أخذناه من الكومبيس. شكرا للاستماع. أنو ينتيكو نبم دقرا شايكين الرابا دبرا، أنو ينتيكو نبم دقرا شايكين الرابا دبرا، ومحل منتوك محا وقتا محاساتا، ومحل منتوك محا وقتا ومنتدكو محا وقتا محاساتا. تترك ودير فويا 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 كحنيوك تترك ودير ونا، عاركوك تترك ودير فويا 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 كحنيوك تترك ودير ونا، عاركوت يادي كحنيوت يادي عاركوت يادي كحانيوت يادي مايوكو كسر كحانويتا وقتا تتنو ما وقتا، ما يوكو كسر كحانويتا، وقتا تتنو ما وقتا،
تترك ودير ونا عارفك تترك ودير فويا 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 كحنيوك تترك ودير ونا عاركوت يادي كحنيوت يادي عاركوت يادي كحنيوت يادي كحانيوت يادي عاركوت 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 يادي كحانيوت يادي رواية سمراويت بقلم محمد عبد الله الحسين الدوحة. مقدما لابد منها في أحد أرفف مكتبة جرير بمدينة الدوحة استرعى انتباهي عنوان الكتاب سمراويت، فهو قريب من اسم أسمرة وصورة فتاة سمراء تشقل الجزء القالب من مساحة الصفحة. فقرات اسم المؤلف حجي جابر. الاسم أيضا قريبا لا يوحي بانتماء كما كنت أعتقد، لا إلى أسمرة أو السودان أو إثيوبيا، حيث أن الثلاثة يرتبطون بوشائج قوية وعميقة. وقد زرت إريتريا لأسباب طارئة تتعلق بعملي، وذلك في شهر مارس وأبريل من العام 2012، ولكني للأسف لم أزر أسمرة. مقدمة لابد منها في أحد أرفف مكتبة جرير بمدينة الدوحة استرعى انتباهي عنوان الكتاب سمراويت، فهو قريب من اسم أسمرة وصورة فتاة سمراء تشقل الجزء القالب من مساحة الصفحة. فقرأت اسم المؤلف أيضا قريبا لا يوحي بانتماء كما كنت أعتقد، لا إلى أسمرة والسودان وإثيوبيا، حيث أن الثلاثة يرتبطون بوشائج قوية وعميقة وحقيقة لأسباب معرفية ووجدانية، بالإضافة لإحساس بعظمة وتقدير شديدين لكل ما يمت لأرض إريتريا. وقد يرجع ذلك لعدة أسباب، منها ما يرجع لظلم التاريخ لها، ومنها أشياء رأيتها في ملامح هذا الشعب جعلتني أحترمه وأقدره، فقد رأيت فيهم عزة وشمم وإباء في المناطق التي زرتها وهي بعيدة عن العاصمة، رغم الفقر والعوز والحاجة يدفعني شغف كبير نحو التعرف على كل ما يمت لتاريخ وجغرافيا إريتريا وحياتها الاجتماعية الخاصة. وإن الإريتريين يدعون بأن هجرة الصحابة كانت لبلدهم، وبالتحديد لميناء مصوع والتي كانت تسمى باضع. هو إدعاء ذو سند مادي بغض النظر عن صحته أو بطلانه، فذلك موضوع آخر، فليس هذا ما أهمني هنا، رغم أن هناك تشابه واختلاف في وجهات النظر بين السودان وإريتريا حول هجرة الصحابة إلى ما عرف بالحبشة، وإن كان تناولنا لن يفتقر للدليل المادي ويتسم بالعمومية والعاطفة كما هو شأننا في كثير من الأمور، رغم أنني لا أغلب أي ادعاء على الآخر. وعذرا لإطالة في السرد في هذا الجانب، إلا أنه من الضرورة الإشارة إلى أهمية منطقة القرن الأفريقي بشكل عام والبحر الأحمر بشكل خاص في السياسة والتاريخ والجغرافيا والحضارة والثقافة. فهذه المنطقة لا زالت أعين الباحثين السودانيين تغفل عنها ولا تعطيها حقها من الاهتمام، بل تزدريها وتحط من شأنها. من القريب أن كثيرا من الدول حتى الدول البعيدة عن منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لم تغفل عن أهمية المنطقة، فأرسلت باحثيها وقد الأموال لإجراء الدراسات في تلك المنطقة، بل حتى إحدى دول الجوار بسطت أيدي البحث والتنقيب بدعم من مجلس وزرائها، دليل اهتمام ووعي. وتذكر هنا جهود جامعة
بيرجن في النرويج التي رصدت ميزانيات ضخمة لإجراء دراسات متعمقة في منطقة البحر الأحمر كانت تسمى بمشروع البحر الأحمر، والذي توقف بمجيء انقلاب الإنقاذ خوفا وتجسسا وليس لشيء آخر. وقد أشار الدكتور جعفر ميرقاني في عدة كتابات له عن أهمية منطقة البحر الأحمر من الناحية التاريخية وتداخلها في كل الأحداث رغم بعدها الجغرافي، خاصة في تلك الحقبة التي جرت منذ حكم الفراعنة وسيدنا سليمان وبلقيس ومملكة كوش والعلاقات مع القدس. المهم تصفحت كتاب سمراويت على عجل فأغراني بعض محتواه الذي استدللت به من خلال تصفح سريع لبضع صفحات، فوجدت فيها بعض الإشارات وبعض الكلمات المفتاحية التي جعلتني أقرر شراءه رغم ارتفاع سعره النسبي مقارنة ببعض كتب الروايات والقصص الأخرى. المهم اشتريت الكتاب معللا نفسي بقصة رومانسية تحكي أحداثها عن علاقة عاطفية تزيد من معرفتنا بالعلاقات الإنسانية، أو لعلها سياحة ثقافية تلقي بعض الضوء على بعض الجوانب الثقافية أو التراثية لتلك المنطقة. ولم يخب ظني في الصفحات الأوائل إلا أن مجرى الأحداث انتزعني إلى صحو سياسي عميق واستدعاء للوعي بالذات بالجار بذي القربى. لا أود في هذه المقدمة إلا أن أركز الضوء عن الموضوعات التي أشرت إليها والتي تناولتها الرواية، وهي الوعي بالذات والتاريخ والوعي بالهوية والانتماء. وقصدت من هذه المقدمة أن يدركنا الصحو ونحن لا زلنا نرى ونسمع والأعداء كثر، ولا نغمض العيون عما يجري أمامنا وخلفنا، والطريق أمامنا طويل. أما الجزء المتعلق بنقد الرواية وانطباعي الخاص عن الجانب الأدبي من أسلوب وسرد وبداية وخاتمة فسوف أفرد له مساحة منفصلة في الموضوع القادم والذي سأخصصه لهذا القرض. صبر أيوب أصبركو، صابر أنا كل شامكي والزلات تحللكو، للا ذكر قلفتيكي اتكل أقار رسمكو، للا ذكر قلفتيكي اتكل أقار رسمكو، لفتينا أقل برم سفلا لريمكو. صابر أنا كل شامكي، صبر أيوب أصبركو، صابر أنا كل شامكي وزلات تحللكو، لا ذكر فتيكي اتكل أقار رسمكو، لا ذكر قل فتيكي اتكل أقار رسمكو، لفتينا أقل مبرم سفلا لريمكو. أبائي التوالي قلت رسع لفتيكي عصركم ما تدالي، سبيل أبا للي أبائي التوالي، وصفكوا أبريم مدر وصفكوا بحلالي، وصفكوا أبريم مدر وصفكوا بحلالي، سنين بيئي يتحسب من يوم يكون ومالي، حزين نبر أبيني وأسر الشمال التالي. سلفتي انتي دوكم فتيكي للدقم، سلفتي انتي تشام كدي
تبل ترسم أطاقني لفتيكي قدر فوق الإيزم أطاقني لفتيكي قدر فوق الإيزم حدكيني أبين يتسن ما تبين دي بقدن ربي صبر لا بني أصف طريق للدقم تقيس قوات صنحات النذكرتا جلس مرة من قريب بصورتا تقيس قوات صنحات النذكرتا انت عقب وتصبر حلم قبقى رئيتا حفل الجيل لمسك بيدو لتفاقد عشرتا أصير أنا وحزين نبر واللي كله بسبتا جلس مرة من قريب بصورتا تقيس قوات صنحات النذكرتا تقيس قوات صنحات النذكرتا قلت مرة من قريب بصورتا تقيس قوات صنحات النذكرتا انت عقب وتصبر حلم قبقى رئيتا حفل الجيل لمسك بيدو لتفاقد عشرتا أصير أنا وحزين نبر والكل بسبتا قلت مرة من قريب بصورتا تقيس قوات صنحات النذكرتا قلت مرة من قريب بصورتا تقيس قوات صنحات النذكرتا بلادي بلادي هواها في لساني وفي دمي يمجدها قلبي ويدعو لها فمي ولا خيرا في من لا يحب بلاده ولا في حليف الحب إن لم يتم ومن تويه دار فيجحد فضلها يكن حيوانا فوقه كل عجم ألم ترى أن الطير إذا جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي على أنها للناس كالشمس لم تزل تضيء لهم طرا وكما فيهم عمي ومن يظلم الأوطان أو ينسى حقها تجبه فنون الحادثات بالظلم لا خير في من أن أحب دياره أقام ليبكي فوق ربع مهدم وغطيت تلك الليالي بأهلها فمن جهل الأيام فليتعلم وما لا يرفع الأوطان إلا رجالها وهل يترقى الناس إلا بسلم ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستقن عنه ويذمم ومن يتقلب في النعيم شقي به ومن يتقلب على النعيم ومن يتقلب في النعيم شقي به
እንታይ ዘይበል ዘጸብቕ መሲሉ ዝጽይቕ ሰበት እንታይ ዘይበል እንታይ ዘይበል ኣትኽንደይ እሞ ክንደይ ዘይተባህለ ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገ ንስና እንዳልዓለ ሰበት እንታይ ዘይበል እንታይ ዘይበል ሰብሲ ዝሰብ ሰብሲ ዝሰብ كمتان عينهم رغبي أقنعنا غلا حقنا خمسل تبغى زبدلا. المستمعين الكرام، كنتم مع إذاعة صوت الحرية التي تبث دائما وأبدا على برامجها بكل اللغتين العربية والتجرينية من السويد، وكما أيضا يمكنكم أن تجدونها على الFM 88 للبث المباشر، ونبث دائما كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 ظهرا بالتجرينية والعربية. المستمعين الكرام، في ختام البرنامج إن كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل الاجتماعي معنا. في التواصل معنا يمكنكم أيضا التواصل معنا عبر تليفوناتنا 0720 22 33 75 أو 0760 38 0727، أو إن كان لديكم مداخلة في أوقات البث يمكنكم الاتصال مباشرة ب 031 26 10 90 من داخل السويد أو من خارج السويد، فمفتاح السويد هو 046. كما يمكنكم أيضا مستمعينا الكرام الاستماع لبرامجنا السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب دمت حرنت. ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع. أما الآن مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام برامجنا بالعربية والتجرينية. أتمنى أن تكونوا قد أعجبتم ببرامجنا التي قدمت لهذا اليوم. هذا أنا أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله. إلى لقاء جديد. كمتان عينهم رغبي أقنعنا غلا حقنا خمسل تبغى زبدلا بدل سبب العلي تصبغ يكون قزي تولدتي قزي سبر قزي تولدتي قزي سبر